كان في راجل بيلعب على ضفة النهر، وفجأة طلع من الميه بيضتين ذهب. الراجل اتفاجئ جدا وبص حواليه ملقاش حد واقف يحرسهم، فخد البيضتين ومشي. في نفس اللحظة سرب غربان طار ناحيته وهو متلخبط. البيضتين طلع منهم شعاعين نور أزرق وطردوا الغربان. الراجل وقف مش مصدق اللي حصل. بعد كده خد البيضتين وراح بيهم لمعبد، بس الناس هناك ضحكوا عليه. هو ما اهتمش وسمى البيضتين. بالليل حضنهم وكان متأمل إنهم يفقسوا، لكن بعد أيام ما حصلش أي تغيير. على مضض رجعهم للنهر وسابهم في المية. أول ما لمسوا المية نور ذهبي قوي طلع منهم، والقشرة اتشققت وطلع طيارين مقدسين. لكن الراجل كان مشي. الطيارين فضلوا تايهين لحد ما وصلوا لسجن، وهناك شافوا الراجل اللي أنقذهم قبل كده محبوس ورا القضبان. المنظر وجع قلبهم وقرروا يطلعوا. في اللحظة دي حصل حريق بره السجن، وفجأة رجالة لابسين أسود طلعوا الراجل من زنزانته. لما فاق افتكر إن في حاجة وحشة هتحصل، فجري يهرب واتزق بالغلط ووقع في المية. وهو بيغرق الطيارين ظهروا بسرعة وسحبوه، وبمساعدتهم نجا في الآخر.